بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. مقولة كثيرا ما تتردد وقعدنا لفترة طويلة نسمع بها، يقول لك في بيتنا مراهق. الفكرة هنا باختصار شديد أنه هناك إنجاز التعبير كائن يعيش في عالم خاص بيه، له مشاعره اللي استجدت عليه، بتعمله نقطة من نقط التحول في حياته، ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الإنسان المكتمل البنيان والعقل. يمر بالمرحلة ونحن نمر معه بمشاكل كثيرة قد تكون، لكن إذا ما أحسن استخدام والتعامل مع هذه المرحلة ربما نكون أمام وضع أفضل بكثير. التعامل مع المراهق بشكل علمي بسيط ميسر، لكنه قائم على أسس من الفهم والإدراك لطبيعة هذه المرحلة والقدرة على التعامل معها. هو ده موضوعنا اللي هنحاول نشوفه النهاردة من خلال برنامجكم عشان بكرة. سعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء دكتور علاء الفي، أستاذ الدراسات الإنسانية وعلم الفراسة بجامعة ميلانو الإيطالية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك واهلا أهلا بالساده وسعداء المشاهدين. بسيادتك معنا. وايضا بيشرفنا دكتوره نهى مصطفى، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري، لايف كوتش صحه نفسيه ومتحدث تحفيزي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، اهلا يا دكتور. يبدو ان احنا على موعد مع موضوع شيق بيهم كتير من الاسر بتاعتنا، ومهتمين ايضا في ان هم يشوفوا من حضراتكم ويسمعوا كمتخصصين في هذا المجال وفي مجال الدراسات الانسانيه بشكل عام ما يمكن ان يساعدهم على التعاون معاه ان شاء الله. ان شاء الله. خلونا ان شاء الله قبل ما نبدا نخرج لفاصل قصير، ثم نبدا مع ضيوفنا النهارده حديثنا حول هذا الموضوع. كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. واحد كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. والناس الشقيانين عودة مرة أخرى للبدء في حوارنا مع ضيوفنا النهاردة دكتور علاء الفي ودكتورة نهى مصطفى. دكتور علاء، اسمح لي في البداية إن احنا نقف عند هذا المصطلح، مصطلح المراهقة، وإزاي إن هو وضع ليرسم ملامح وطبيعة مرحلة سنية معينة. رؤية. ما نطلقش عليه كلمه مراهق. احنا عاوزين في بدايه تعاملنا مع الطفل علشان يطلع سلوكه معدل وسلوكه سليم لابد ان نهتم بيه من سن 6 شهور ل3 سنين. دي اول مرحله اللي احنا نبدا نشوف الطفل ونشوف ايه هواياته، مش هوايات، ايه ميوله. لو كانت اي ميول ممكن نعدل فيها تعديل جذري، وبعد كده هو بيمشي طبيعي لغايه ما بيوصل لسن 13 14 سنه. هذه المرحله انا بسميها مرحله القطار. المراهق ده بيبقى عامل زي القطار بالظبط، لو ما لحقناهوش في ميعاده هيروح علينا ومش هنلحق نروح مشوارنا، او مش هنلحق نسافر معاه. فاحنا نهتم بابننا او بنتنا من سن 6 شهور ل3 سنين في تعديل سلوكه، ونشوف ايه ميوله، سواء ميوله السلوكيه او ميوله سواء ايا كانت الميول. ومثلا نكون مثلا معانا مرشد او اي حاجه نستعين بيه في ان هو يعدل السلوك ازاي، لو احنا احترنا يعني ان احنا نعدل سلوك ابننا ازاي لغايه ما يوصل لمرحله اللي احنا بنسميها في المرحله اللي هي مرحله المراهقه. لابد يكون عندي القدره على التعامل والتعايش مع طفل او طفله هي بتبدا، وهو بيبدا في مرحله صعب التعامل معاه لانه بيبقى فيه تغيرات فسيولوجيه في الجسم. فلازم انا اكون نفسي كشخص او كأب او كأم مؤهل نفسيا ومؤهل تدريبيا ان انا اتعامل قبل ما يوصل لمرحله المراهقه.
ازاي اعرف؟ دكتور علاء، يعني يمكن لأول وهلة يعني أن تبني شعور أنه إحنا قد نكون بصدد الحديث حول تعديل بعض المفاهيم. يعني إذا نعم. شيء بشيء يذكر، نعم. إذا كنا عدلنا مفهوم المعاق واللي كان موجود لفترة طويلة، وأصبحنا اليوم نتحدث عن مصطلح ذوي الهمم، ذوي الهمم، و تمام. يعني أصحاب القدرات تمام. الخاصة، تمام. أيوة. ويعني قادرون باختلاف. أليس بالأحرى أنه التحدث عن هذا المصطلح واللي بيدي انطباع إلى حد ما ليس جيد، مش عايز أقول أنه هو سيء، تمام. ما احناش بحاجة إلى أن احنا برضو يعني حتى كمتخصصين ان احنا ننظر للمصطلح ده نظرة جديدة ونحاول يكون لينا معاه وقفة؟ بالظبط. بالظبط. هو كلمة مراهق، هو حتى المراهق ما بيحبش انه يطلق عليه اسمه مراهق. هو بيحب ان هو حاسس برجولة، او حاسس ان هو بيطلع من مرحلة داخل في مرحلة تانية، مرحلة الطفولة الى مرحلة ان هو بقى غلام، الى مرحلة ان هو يبقى شاب. فشاب طبعا بيبقى عايز ان هو يحس ان هو بقى راجل، عايز يحس ان يبقى ليه كلمه، عاوز يحس ان هو يبقى ليه راي. محدش يتعامل معاه كطفل، ومحدش يتعامل معاها كطفله، لازم يحترم رايه، ولازم يشوف مثلا يحترم كلمته. فهو في الحاله دي لازم اكون انا كأب مؤهل ان انا اتعامل معاه، ما اقدرش اخش معاه في طرق صداميه عشان اقول له انا عايزك تبقى كويس. طب انت يا بابا عايزني ابقى كويس؟ طب علمني ازاي ابقى كويس من البدايه علشان ابقى كويس وما تعبكش في مرحله المراهقه. تمام. طيب دكتورة نهى، يعني إذا كنا بنتكلم عن إنه زي ما أشار دكتور علاء إنه إحنا محتاجين يكون عندنا حد نقدر نرجع له، نقدر نسأله، نقدر نستشير. أما إنه حضرتك في هذا المجال وفي هذا البعد تحديدا، شايفة طبيعة المتخصصين في موضوع الاستشارات المرتبطة بالصحة النفسية واللي أكيد هتهتم بالفئة دي بشكل أو بآخر، شايفة المجال ده شغال إزاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. المجال ده بيبدا الاول ان انا افهم طبيعه المراهق. هو المراهق اللي في بيتي غير المراهق اللي في بيت صاحبتي، غير المراهق اللي في بيت اختي، غير المراهق اللي في بيت جاري. كل مراهق ليه طبيعته حسب التربيه اللي هو اترباها، حسب الام والاب بيتعاملوا معاه ازاي، صداقاته عامله ازاي. فالاستشاري هنا لازم يسال ويحط قواعد. يبدا الاول يجيب من زمان بقى، مش من 16 سنة ولا من ال 15 سنة ولا من ال 11 سنة، لا ده أنا بجيب من أيام ما كان عنده زي ما الدكتور قال من 6 شهور. أنت بتتعامل إزاي؟ وشيء بشيء يذكر، احنا هنا بنتكلم عن مرحلة عمرية تقريبية وتختلف أكيد من شخص لآخر. في المرحلة من كام لكام؟ هي بتنقسم ل3 مستويات. المستوى الأول بيبدأ من 11 سنة ل 15 سنة، ودي بتكون أقل خطورة، اللي هو لسه فتوع ابوه وامه زي ما بنقول كده بالبلدي، لسه حاضر ونعم وطيب، وبيبدا يتمرد بس على الهادي، مش التمرد اللي بيوصل للعناد. يعني تقريبا من 6 ابتدائي لثالثه اعدادي، مرحله الاعداديه كده. وبعدين من 15 ل 18 دي اخطر مرحله. يعني دي بقى اللي هو بيبدا يخرج بره، يخرج لاصحابه، يخرج للعالم الخارجي، يخرج دروس المدرسه، بيبدا يجيب ثقافات تانية من النادي، من هنا من اي مكان حواليه. ثالث مرحله دي من ال 18 لل 21، ودي بيبقى فيها نوعا ما استقرار، اللي هو بيبدا يدرك اللي حواليه، بيبقى عنده الوعي الكافي انه يعرف ايه الصح وايه الغلط، ايه الحلال وايه الحرام، ايه اللي عمله وايه اللي ما عملوش. فبالتالي اخطر مرحله دي بقى اللي هي الوسطانيه، اللي هي المرحله الوسطى، لان دي هو بيبقى اساسا عنده تغيرات كتير، تغيرات جسديه، تغيرات نفسيه، تغيرات اجتماعيه، تغيرات عقليه. نكرر للمشاهد تاني الثلاث مراحل، نتكلم من اول 11 من 11 ل 15 دي الاولى، من 15 ل 18 تمام، دي المتوسطه، من 18 ل 21. هي بتختلف، يعني بعض العلماء قالوا ان هي بتبدا عند الذكور غير عند الاناث. يعني عند الذكور ممكن تبدا من سن صغير، عند الاناث لا بتبدا من 13 مثلا. فهي بنختلف عليها في سنه في سنتين، لكن في الريتم العام او في العام احنا بنتكلم من 11 ل 15 ومن 15 ل 18 ومن 18 ل 21. هل هنا احنا بنتكلم تحديدا عن اختلافات في البناءات الجسميه، ولا الامر مرتبط ايضا بالبناءات النفسيه؟ الاثنين مرتبطين ببعض، الاثنين يعني وجهان لعمله واحده زي ما احنا بنقول. لان انا دلوقتي عندي طفل، امبارح كان طفل، النهارده ما بقاش طفل. امبارح كان بيلعب في الشارع، وممكن لو بنت تلعب مع عادي مع صبيان، تقعد في الشارع، تقعد وقت متاخر. النهارده بقول لها عيب وغلط، ينفع وما ينفعش. طب ليه يا ماما النهارده؟ ما انا امبارح كنت كده. يجي الولد يبدا يعلي صوته، هو صوته تخين،
انا حاسس انه صوتي اتغير، فببدا اعلي صوتي عشان اسمع نفسي. المراهق عايز يسمع نفسه، هو انا صوتي بقى تخير ليه؟ هو انا جسمي بقى كده ليه؟ البنت عايزه تعرف انا جسمي اتغير ليه؟ انا شكلي اتغير ليه؟ كل ده بيسبب لها تصادمات، طبعا هي بتبقى في صراع، وده بيعمل عزله اجتماعيه بقى. لو اتكلمنا من الجانب الاجتماعي، انا مش عايزه اواجه المجتمع، انا مش عايزه اروح لقرايبي اصلهم بينتقدوني، انت جسمك بقى عامل كده ليه؟ انت شكلك بقى عامل كده ليه؟ انت صوتك بقى تخين كده ليه؟ ايه ده شنبك طلع ما شاء الله، ده انت بقيت راجل. فحاسس ان هو فبالتالي بقى هم محل حديث يعني. بالظبط، فبيبداوا ينعزلوا عن المجتمع علشان النقد اللي بيشوفوه او التريقه بالبلدي كده زي ما بنقولها. فهم عايزين يدركوا الاول احنا فينا ايه، ايه اللي اتغير فينا، ايه اللي جد علينا. وللاسف لو الام والاب ما عندهمش الوعي الكافي لان هم يتقبلوا دي، نحط تحتها 90 100 خط كده، يتقبلوا ابنهم في المرحله دي، مش هتمر بسلام خالص. فعلشان تمر بسلام لازم اتقبل ان ابني في فتره حرجه، وده بقى بناخد له بقى اشواط بعد كده بقى بالحب وبالاحتواء وبالنصيحه وبالهدوء وبالطبطبه وبالحنيه، مره شد ومره جذب وهكذا. تمام. طيب ارجع للدكتور علاء، يعني حضرتك دكتور علاء، حضرتك استاذ في الدراسات الانسانيه، والحديث حول موضوع الجانب العلمي واهتمامه بالنواحي النفسيه والانسانيه واحد من الحاجات اللي حتى احنا يمكن نكون نسبيا ظلمناها في الدراما بتاعتنا او في تناولنا ليها، على اعتبار انه المرتبط بهذا الجانب قد يكون متهم من المجتمع ان هو منفصل نسبيا عنه. لكن في حقيقة الامر مفيش شك انه استخدام العلم في اي مجال كفيل جدا بان هو يخليه بالنسبة لنا افضل والتعامل معه افضل. وحضرتك كمان في هذا المجال تحديدا درست ودرست في هذا المجال خارج مصر. نعم. كيف تجد الصورة حضرتك بشكل واضح ما بين اهتمام الدول المتقدمة او نقدر نقول عليها اللي وصلت الى مرحلة من العلم التقدم والتقدم. الانساني نعم. في مجالاته العلوم نعم. الانسانية، شايف ده ازاي من الممكن يكون مؤثر فعلا على انطباعي انا واحساسي كرب اسرة ان انا الجأ لمتخصص ودارس في هذا المجال؟ تمام. انا هكلم حضرتك عن البلاد اللي انا عشت فيها وشفتها، في ايطاليا وفي السويد. الاسره لما بيكونوا اسره من الاول من الزوج والزوجه، بيبقى البدايه بيبدوهم مراحل تدريبيه في ازاي يتعايشوا مع اول طفل. لازم، وفي نفس الوقت برضه ازاي الحكومه او الدوله نفسها بتوفر لهم واحد من الاثنين لازم يقعد، يا الاب يا الام لازم يقعد يرعى الاولاد، وخصوصا بتكون الام. كلام بحيث كبير إنه يا دكتور علاء، كلام كبير، عايز اسمعه بالراحه كده. ليه؟ لان حضرتك هنا بتتعرض لقضايا اساسيه في طريقه تفكير مجتمع. نعم. يعني كون ان العقل الجمعي بيقرر ان هو ياخد موقف ويحول الى قواعد المجتمع يمشي عليها، ده موضوع اكيد هو شائك جداً. ادرك ان الموضوع بالنسبه له جد خطير يعني. بالظبط. لا هو يعني انا ببسطها. الواحد لو عايز مثلا يقود سياره، اول حاجه بيعملها بيتعلم السواقه، وبعد كده بيروح يستخرج رخصه لقياده السياره. فهل انا كزوج او كأب مؤهل وعندي رخصه لقياده اسره؟ دي الاول. لابد ان يكون عندي المقومات الاساسيه في قياده اعرف يعني ايه اسره، اعرف يعني ايه قياده اسره، اعرف يعني ايه مسؤوليات الاسره، عشان لما يجي ولد ابتدي اطبق اللي انا اتعلمته في تربيه هذا الولد. اجرائيا كيف يتم ذلك يا دكتور؟ اجرائيا بالعكس. هو يعني الواحد مثلا لما يبقى مقبل على الزواج، انا بتجوز مثلا، تبقى يعني مثلا خلاص انا هبقى زوج وهيبقى معايا زوجه، هنجيب اطفال. الاطفال دول هنربيهم ازاي؟ من البدايه لابد احنا نكون مؤهلين لتربيه هؤلاء الاطفال. وبعد كده الاطفال هيكبروا، لازم يكون مراحل التدريب، مراحل العمريه بتاعتهم لازم اكون مؤهل ومدرب على كل مرحله عمريه. لازم امشي معاه ازاي، هو بيفكر ازاي، لازم اقرب منه. احنا هنا مشكلتنا في مصر وفي الدول العربيه ان التربيه بالنسبه لنا اكل وشرب ولبس، ما بنبصش للمراحل النفسيه والمراحل التكوينيه للطفل اللي بعد ما يخلص 10 15 سنه، فبيبقى كون شخصيه تصادميه. انا مش عايز احل المشكله من اخرها، انا عاوز احل المشكله من بدايتها، من بدايه المشكله، من بدايه ما يكون عندي عجينه. العجينه دي لو ما قدرتش اشكلها تشكيل كويس لطيف يتقبله الناس ويتقبله الناس اللي بتعاشره، هيبص هتلاقي هدخلها الفرن هتطلع ناشفه، مش هقدر ان انا اتحكم فيها تاني.
احنا مشكلتنا كلنا ساعات مثلا بيجي لي اولياء امور، انا عايزك تعدل لي سلوك ابني. طب سلوك ابنك ده كام؟ ده 18 سنه. لا مستحيل، ما ينفعش تعدل السلوك دلوقتي الا بطرق معينه، وهتطول وهتاخد مراحل في العلاج كتير جدا. لكن عايز اهتم بابني وعايز ابني يبقى في المجتمع لبنه صالحه في المجتمع، لازم اعلمه ازاي في كل حركه وكل سكنات حياته اكون قريب منه. فالدول الاوروبيه بتعمل ايه؟ بتدي للام اجازه، مش اجازه رعايه، وفي نفس الوقت بتديها مراحل، بتديها دروس تدريبيه ودورات تدريبيه في كيفيه تربيه هذا الطفل. هنا احنا عندنا نوع من انواع الالزام يا دكتور. لا، اه. امال بيتم ازاي بقى؟ احنا هنا يعني الام لو موظفه، سواء بتودي الطفل لمامتها، سواء بتقعد قاعد معاها مثلا جليسه اطفال او شغاله او اي كان، فطبعا الطفل محتاج لامه في الوقت ده. مفيش حد يقدر يعوضه عن الام. اول ما بيتفتح وبيعرف الدنيا لازم يعرف امه. اذا كانت الام بقى فاهمه ومدربه وعارفه ازاي تربي الطفل، عمرها ما بتلاقي مشاكل في المراحل العمريه اللي جايه. لكن احنا بنسيبه زي الشجره، ما تطلع مايله وبتجمد بقى على انها مايله كده، فما نقدرش ان احنا نقومها مره تانية، فبتتكسر مننا وبنخش في مشاكل احنا مش في غنى عنها لو ابتدينا او اهتمينا بالزرعه من بدايتها. اهم حاجه البدايه. البدايه لو صح، النهايه لازم هتكون صح ان شاء الله. دكتورة نهى، عندنا مؤسسات موجودة في المجتمع اليافطة بتاعتها مكتب الاستشارات الأسرية، ومن المفترض انها مؤسسات رسمية موجودة داخل الدولة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، هدفها الأساسي انها تتعامل مع هذا الجانب. تقييم حضرتك؟ طب كيمي، احنا قبل ما نتعامل، يعني المؤسسات دي قبل ما تتعامل مع المراهق فهي بتتعامل مع الام والاب الاول. يعني زي ما بنقول كده، المعالج لازم يتعالج، يعني اللي بيعالج لازم هو اصلا اللي يتعالج. فانا ما ينفعش اربي وانا اصلا عايزه اللي يعلمني ازاي اربي. فالمؤسسات دي دورها توعيه للام وللاب. الاول تتعاملوا مع ابنكم ازاي. احنا مشكلتنا ان المراهقه دي عامله زي الثانويه العامه في بيوتنا. انا اول ما ابني بيبقى ثانويه عامه، ستوب، القلق يبدا، التوتر يبدا، الحذر يبدا، ابدا اتعامل معاه بطريقه مختلفه عن ما كنت بتعامل معاه وهو في اعدادي. لازم تذاكر، لازم تجيب مجموع، لازم تبقى احسن من فلان، لازم تدخل الكليه الفلانيه. فبيبدا بيعمل ستريس جامد جدا على المراهق. فبالتالي انا دلوقتي المراهقه دي زي الثانويه العامه. انا لو مؤسسه ابني من وهو لسه في ابتدائي وفي اعدادي، وعارفه ان هو هيوصل، لما يوصل لثانوي هيبقى في سلام نفسي، في هدوء نفسي، هو في خطه ثابته ماشي عليها. لكن انا ما اسيبش ابني في الابتدائي مش عارفه اربيه، في الاعدادي مش عارفه اربيه ولا اعلمه، واجي في الثانوي اقول له لازم تذاكر عشان انت في ثانويه عامه. هو ده اللي احنا بنعمله. بنوعي الام والاب ازاي يتعاملوا مع اولادهم في المرحله الحرجه دي، ازاي يعرفوا السمات. المرحله نفسها اساسا فيها سمات. ايه هي سمات المرحله دي؟ بتتكلم عن اول سمه من سماتها اللي الكل بيشد في شعره منها، ما فيش بيت مصري ما بيشدش في شعره منها: العناد. العند. المراهق اول ما بيبدا يشب كده بيعاند. لا مش هعمل. يا ابني اعمل كذا، لا مش هعمل. يا ابني روح لخالتك، لا مش رايح. يا ابني قدنا، لا. هو بيقول لا وخلاص. لا دي يعني مش عايزه اقول لك بتتقال في البيت كده من المراهق اكتر من 100 مره في اليوم. كأنها توجه أساسي يعني. والجدال ليه وعشان ايه، وانت بتقولي لي كده ليه؟ بعد ما كان امبارح بيقول نعم وحاضر، النهارده ليه؟ قولي لي السبب. ما تعملش ده. طب ليه؟ طب عشان ايه؟ فبنبدا هنا نوعي ان المرحله دي ليها سمات لازم نتعامل معاها. فانا لما اجيب ابني واقول له انا بحبك، انا متقبلاك، انا بحب كل حاجه فيك عشان انت ابني، انا بحبك حب لا مشروط، ولكن سلوكك بيضايقني. يعني اتفاعل ولا انفعل. يعني ايه اتفاعل ولا انفعل؟ يعني امسكه كده واتكلم معاه ام لبنتها او اب لابنه بالراحه خالص من غير انفعال. لان المراهق لو حس بانفعال هيحس ان فيه هجوم عليه، جميل. فهيعاند اكتر. جميل. يعني اسمحوا لنا، يعني اصبح المجال اكثر اتضاحا، ويمكن حريصين ان شاء الله ان احنا نبدا يعني نشوف مع بعض بقى، طالما انه التوجيه كان من البدايه من دكتور مصطفى، دكتور علاء، انه يعني عايزين نبدا من الاول، ما نجيش دلوقتي صحيح. ندور على ان احنا نعدل بعد ما خلاص كان ما كان. طيب، حرصا على هذه المرحله، دكتور علاء، نروح للاول نعم. في البدايات خالص، نعم. علشان خاطر نبقى بندي حتى جرعه لمشاهدنا الكريم والمشاهده الكريمه معانا، ازاي
ازاي ان من الممكن يكون في نوع من انواع الاهتمام الجيد باللبنه اللي لسه صغيره في تمام. بدايتها دي، حرصا على وصولنا في النهايه ان شاء بالظبط. الله الى اللي احنا محتاجينه. بالظبط. هو الاهتمام دايما بيكون من البدايه، من سن سنه بياخد تغذيه كويسه، بياخد نعرف البادي لانجوج بتاعته، تحركاته، بنعرف درجه الادراك بتاعته كويس، بنعرف درجه السمع بتاعته كويس، على اساس يبقى مؤهل ان هو يبقى انسان جاهز ان هو ينطلق في الحياه. ففي البدايه، من بدايه المرحله اللي بتبقى عندنا في مصر اسمها كي جي 1 وكي جي 2، بنعرف وبنلاحظ كل تصرفاته. بنلاحظ هل مثلا تصرفاته تصرفات بخيل، تصرفات كريم، تصرفات فرط الحركه. فرط الحركه ما يهمنيش، بالعكس فرط الحركه هو ده عنده طاقه بيحاول ان هو يستنفذ، يعني يطلعها باي شكل اي صوره، ما بنعتبش عليه فيها. ولكن في ساعات بيبقى تصرفات انفعاليه هجوميه، يعني مرحله شراسه، مرحله بيضرب اخواته، بيضرب كذا بيضرب كذا. لا، بنعدل السلوك ده وبنحاول نقرب منه اكتر ونحتضنه اكتر، ولازم ناخده في حضننا كتير علشان يحس بالامان ويحس ان هو الحاجه اللي بيعملها غلط بنعاقبه عليها عقاب معنوي مش عقاب جسدي ابدا. وبعد كده لابد بعد المرحله ما يخلص 3 سنين مثلا بنعرف ازاي هو يعني هيبقى، يعني لو هو شخص عنيف، لا نحاول ان احنا بقى ايه، نشوف مستشار نفسي، نشوف كذا نشوف كذا، بحيث ان هو ياخد الطريق الصح بتاعه. لانه بيبقى ماشي على طريق، لو نزل عنه شويه احنا بنرجعه تاني، لكن لو نزل بقى ودخل في حته تانيه، ده اللي احنا مش ما بنهتمش باطفالنا. المشكله ان احنا ما بنهتمش بالاطفال غير في سن، يعني في ناس تقول لك ايه، انا اولادي متربين احسن تربيه. ايه احسن تربيه؟ بياكل كويس ويشرب كويس ويلبس كويس. بالعكس ده انا ضرته احسن ايه، احسن ضرر. لكن للاسف احنا بنقول لازم كل انسان ما يديش لابنه الحاجه اللي هو دايما عايزها. انا عاوز انا عاوز انا عاوز، وبيلبي له كل طلباته على اساس ما يقول لك ما يطلعش محروم، يطلع عينه مليانه، يطلع، لا الكلام ده كله كلام فارغ ما لهوش اي علاقه بالتربيه الحديثه. لازم اديله لحظه ان هو، يعني اديله مصروفه كامل مره، واديله مصروف متقطع مره، واشوفه هو هيعمل ايه بالمصروف اللي هو بياخده كامل، واشوفه بيعمل ايه بالمصروف المتقطع. فلو لقيت تصرفه في المصروف اللي هو بيدي مثلا بياخد في الشهر مثلا 100 جنيه، بيصرفهم في قد ايه؟ هل بيجي اخر الشهر وخلاص ويخلص منه المصروف، ولا هو هل بيتعامل مع المصروف باسلوب كويس؟ لا، ببقى عارف هو ماشي رايح فين، وبرضه بحاول اقومه تقويم سليم. بعد كده لما بيوصل لمراحل تانية ببقى عارف انا نفسيته ايه، وعارف هو هيتصرف ازاي، فبقى في ظهره على طول واحتضنه كتير، واقول له وابرز دايما السمات والمواهب الكويسه اللي فيه، واقول له لا ده انت كويس، انت برافو عليك، عملت كذا كذا كذا. مش دايما نقد 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 نقد، لا، لو في نقد يبقى في نقد 10%، وفي مثلا انك انت بتكلمه باسلوب كويس 50%، على اساس ان هو ياخد الثقه في نفسه ويتصرف في المواقف. ودايما تركز معاه على الدين، لا لما تعملش كده، ما تقولش كده، حرام كده. الحرام والعيب لازم برضه يبقى في التربيه الحديثه برضه، لان هي اصلا التربيه الحديثه كلها جايه حاجات حديثه، وكلها في ديننا، يعني هي كلها في الدين الاسلامي. لازم كل انسان يوعي اولاده ازاي ان هو يبقى انسان صالح، لابد يلتزم بالصلاه، ولابد النشء الصالح لما بيطلع ما بيتعبش كتير قوي لما بيطلع في سن 18 وال 19، وشفنا شباب كتير. الحقيقه الملف اللي حضرتك بتتعرض له حاليا دلوقتي فيما يخص موضوع علاقه الدين بالتوجهات العلميه الحديثه واحد من الملفات المهمه، واللي حريصين ان شاء الله ان احنا نتكلم فيه مع حضرتك. يعني دكتوره نهى، بعد الفاصل عايز اتكلم مع حضرتك عن جزئيه حضرتك اثرتيها لما قلتي انه هو اللي هيربي لازم هو اصلا يكون مربى ما بين قوسين، مع التحفظ طبعا في التعبير، لكن خلينا نقول انه المقصود ان هو يبقى عنده وعي وادراك، مش يتربى ان احنا نرجع لصح وغلط، لا يبقى عنده وعي وادراك. تمام. حريص ان انا اخد من حضرتك الاجابه على هذه الجزئيه عشان نوضح لاهالينا ومشاهدينا هذا البعد تحديدا، بعد القدره قبل ان نكون موجهين إن شاء الله. بعد الفاصل نستكمل مع ضيوفنا حديثنا حول هذا الموضوع الهام والشائك، المراهق في حياته. استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،
باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة. حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع، فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. رجعنا مرة تانية عشان نكمل مع حضراتكم لقائنا النهاردة، وبنشوف انه يعني نرحب مرة اخرى طبعا بالدكتور علاء الفي، استاذ الدراسات الانسانية وعلم الفراسة بجامعة ميلانو الايطالية. نرحب ايضا بالدكتورة نهى مصطفى، استشاري الصحة النفسية والارشاد الاسري، لايف كوتش صحة نفسية ومتحدث تحفيز. دكتورة نهى، قبل الفاصل اتفقنا ان احنا هنوصل لمرحلة يمكن البعض جايز يشوفها بالنسبة له مش مناسبة، انه انت خلاص قررت ان انت هتربي طفل، هتتعامل مع حد في هذا المستوى العمري وانت بادئ معاه من بدري. انت استعديت؟ انت عندك الاستعداد ان انت واسمحي لي في التعبير ده، ان انت تخرج من مشاكلك انت الشخصية عشان تبقى انت قادر على توجيه غيرك؟ الحتة دي محتاجة قدرات خاصة، نتكلم عنها. صحيح. زي ما قلنا ان المعالج لازم يتعالج. انا دلوقتي بعالج مشكله في بيتي، بما اني شايفه ان المراهقه دي مشكله. انا بتكلم بوعي الاباء والامهات، هم شايفين ان المراهقه دي فتره حرجه، فتره فيها مشكله. طب هل انت استعديت للفتره دي من وابنك لسه صغير؟ هل انت كان عندك الوعي والادراك ان انت تعرف في الموقف ده هتصرف ازاي وفي الموقف ده هتصرف ازاي؟ ولا دلوقتي اسهل حاجه احنا نجري على الاخصائي النفسي ونجري على الارشاد النفسي ونسال ابني عنيد اعمل ايه، ابني عنيف اعمل ايه، ابني عنده فرط حركه اعمل ايه؟ طب ما احنا ممكن نوفر على نفسنا كل ده لو احنا بقى عندنا الوعي ده. وبيبدا من التربيه الصحيحه في الاول. انا اربي ابني على الحوار، اتكلم معاه واخد ودي معاه، مش اوامر. يعني واحنا صغيرين افتكر ان دايما بابا لما يقول لي على حاجه غلط اقول له ليه، يقول لي لما تكبري هتعرفي. وللاسف انا كبرت ولسه ما عنديش الاجابات لحد النهارده. دايما كلنا كده، لما تكبري انت لسه صغيره، لما تكبري. ما هو لو كان قال لي وانا صغيره ليه، انا كنت اقتنعت، لكن انا مش مقتنعه باللي هو بيقوله وبكبر وبرضه انا ما فهمتش انا بعمل ده هو غلط ليه. فدي مشكلتنا. الاب لما بيقول لابنه ما تسهرش بالليل بره، طب ليه؟ هو كده انا قلت لك ما تسهرش يعني ما تسهرش. ما هو بالتالي الابن لو سمع كلامه هيستغل اي وقت بابا مش موجود وهيسهر. يعني شفت كده مامتي مسافره وبعمل حفله، هو اول ما ماما تخرج انا هنطلق، عيش بقى، عشان هو ما حطش قواعد صح. هو ما ربهوش ان ربنا شايفك وانا معاك او انا مش معاك، ربنا شايفك. فانا لما بقول لك مثلا ما تدخنش، لان التدخين في فتره المراهقه ده خطر جدا. اي يعني اول ما حس كده انه بدا يكبر يبدا يدخن. طب ما تدخنش ليه؟ ما دخنش عشان ربنا حرمها، عشان هتاثر على صحتك، عشان هيبقى عندك التهاب رئوي مثلا، او يحصل لك امراض في الرئتين، عشان صحتك انت تبقى قوي، تروح الجيم تبقى نشيط، فلما تروح شغلانه تبقى قوي وتقدر تنتج وتقدر. فبالتالي انا فهمته ليه. لكن انا دلوقتي عيب ما تدخنش، وما تدخنش قدام ابوك، يعني عايزه ادخن قدام حد تاني مش قدام ابويا. احنا سياستنا وثقافتنا في التربيه اصلا غلط. لازم كمان اكون قدوه لولادي. ما ينفعش اقول لابني ما تدخنش وانا بدخن. معلش الحته دي يعني 90% من المصريين لا، بيعملوها. المشكله احنا في احتياج الى ان احنا نفتح حتى الملفات الشائكه، وخصوصا اذا كانت بتؤدي في النهايه لمصلحه المجتمع. صحيح. فابني ودي على فكره مش مشكله مرتبطه بمجتمعنا، دي مشكله عالميه. يعني الاتجاه اصلا لصناعه هذه الصناعه واللي بتعتبر من الصناعات الاساسيه بالنسبه لكل حكومات العالم، هو موضوع يحتاج لمراجعه، ومراجعه على مستوى عالي. ما ينفعش اقول لبنتي صلي وانا ما بصليش. يعني ينفع افضل طول النهار اقول لبنتي قومي صلي وانا ما بصليش؟ احنا بنتكلم على ان الاب والام لازم يكون تربيتهم صحيحه هم في الاول عشان يقدروا يربوا، يكونوا قدوه، يكون في نمذجه، انا نموذج لابني، انا نموذج لبنتي، يكون في حريه في التعبير. انا مصاحبه بنتي، مش باجي في فتره المراهقه وصاحبها.
لا ده انا مصاحباها من وهي لسه في ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي واولى ابتدائي، اعلمها لما تعملي غلط تعالي لي، لما تغلطي تعالي في حضني، ما تجريش مني، لا انا امانك. فبالتالي البنت لما توصل لمرحله المراهقه ويقابلها اي حاجه بره، هتجري على مين؟ هتجري على والدتها اللي عليا، هي اتعودت علشان على إنها بالظبط تتعامل معاها دايماً. التعود. ما يجيش انا في فتره المراهقه وابدا احط حدود، طب ما تمام. الحدود دي ما كانتش محطوطه. تمام تمام. يعني دكتور علاء، احنا لدينا ميزان في البيت. عندنا من المفترض ان في مرجعيه لشخصين اتنين بيقودوا بشكل او باخر المسيره بتاعه التربيه، وليس قائد واحد. تمام. بشكل او باخر، تمام. رضينا ام لم نرضى يعني. اكيد. في المعتاد في البيت في اب وام، وهم المسؤولين عن تربيه نعم. الابناء. وقد نختلف او نتفق في النسب اللي مرتبطه بعمليه التربيه، لانه من يتواجد كثيرا، من هو المسؤول، من صاحب الكلمه، والبيوت اسرار كما يقولون. نعم. الخلل في عدم التوازن ما بين الاتجاهين المرتبطين بشخصيه كل من الاب تمام. والام في ادارتهم لشؤون لكيفيه البيت. توجيه هذا الطفل، ما بين مدلل وما بين مشدد. مين يغلب على مين؟ مشاكل كتير ممكن تكون في الجزئيه دي. ازاي الناس دي تحل مشاكلها بحيث انها تقدر انها توجه، ما يبقاش هو نفسه الطفل في صراع؟ هو اكيد، ودي مشكله كبيره جدا، ولازم نلقي الضوء على ازاي احنا نمشي البيت مظبوط. الام ليها دور والاب ليه دور. اذا حد من الاثنين خد دور التاني فبيختل الميزان. الاب مش هنقول شده، هنقول حزم مع الانفاق، مع تقرير يومي للي بيحصل في البيت، لانه مش قاعد في البيت على طول. الام بتبقى موجوده في البيت، بتنقل صوره طبيعيه للاب، عملوا كذا وكذا 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 وكذا. لو الاب مؤهل والام مؤهله لاداره هذا البيت، لان احنا ما ننساش ان في نسبه كبيره جدا من الاباء وصلوا الى درجه الاميه، وامهات وصلوا الى درجه الاميه. فالامي والاميه اهم حاجه عندهم انهم يجيبوا، بيقول لك لقمه العيش للواد، هناكل العيال ايه؟ يبقى كل همهم ان احنا ناكلهم. لكن التربيه ما يعني هو اصلا ما عندوش قدره على التربيه، ما عندوش قدره على الصح والغلط، وان هو يقول لك لا الواد لازم اسمه مش عارف ايه، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ما بيفهموش زي ما تفضلت الدكتوره نهى وقالت، لا فهم الطفل ليه انا بقول لك كده، ليه انا بقول لك ما تعملش الحاجه دي عشان هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. نقرب منهم ونقعد فترات طويله في البيت. يعني انا لو جبت مثلا 80% من الاسر المصريه في الوقت الحالي عينه عشوائيه ومعاهم 4 أطفال أو 3 أطفال أو طفلين وزوج وزوجة، هتلاقي كل واحد ماسك الموبايل بتاعه في دنيا تانية. وده خلل كبير جدا في حاجة اسمها وسائل الدمار الاجتماعي، مش وسائل التواصل الاجتماعي. بقى كل واحد في دنيا تانية لوحده. لكن لما النور بيقطع والواي فاي بيمشي بنبص لبعض، الله ده بابا حشتنا. الله ده انتوا حشتونا موجودين. آخر ده والله مرة ده انا كان لا عندي يتعرف، لما لا ألاقي يتعرف أسرة على كويسة. افراد الاسره بقى. دي من المفارقات المبكيه. يعني ازاي انت ما تعرفش حاجه عن ابنك، ما تعرفش حاجه، هو يقول لك مش محتاجين حاجه، هم عايزين ايه؟ وخصوصا الاب اللي بيسافر فتره طويله بره. يعني انا لما سافرت قعدت 40 سنه بره، كانت ولادي دايما معايا. يعني ما كانش في حاجه اسمها لا اخليهم وابعت لهم اللي هم عايزينه، ده هم عايزيني انا، هم عايزين توجيهاتي انا، تربيتي انا. اذا اخترت المال واهملت الاولاد، المال ممكن يروح والاولاد راحوا خلاص. تمام. يعني خليني دكتورة نهى أقف مع حضرتك يعني قرب نهاية حلقتنا في جزئية كتير، حتى لما بنشوف أحبائنا في الدراسات وفي المناقشات العلمية بيقفوا عند جزئية الأصدقاء، الصحبة، الشلة. لها تأثير وتأثير كبير بالنسبة لأي شخص، وخصوصا في هذه المرحلة. تعليق حضرتك؟ تعليقي ان فعلا زي ما احنا بنقول كده، الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، هو بيسحبني سواء للسلب او للايجاب، للطريق الخير او لطريق الشر. بس انا بقى كمراهق هنرجع برضو لتربيتي. انا عارف ان الطريق ده حرام، فانا مش همشي فيه حتى لو هو قال لي امشي فيه. طيب ليه انا بروح للصحاب؟ بروح للصحاب لما الاقي اهلي مش فاهميني. اهلي طول النهار بينقدوني، انت شكلك بقى عامل كده ليه؟ انت شعرك طويل كده ليه؟ انت دقنك طولت كده ليه؟ انت بتصحى من النوم متاخر؟ انت مش فاضي غير تاكل وتتفرج على التلفزيون وتقعد على النت. انا لما بروح لصاحبي، صاحبي ما بيقوليش الكلام ده. صاحبي ما بينقدنيش، صاحبي ما بيلومنيش، صاحبي ما بيعاتبش عليا،
صاحبي ما بيقارنش بيني وبين صاحب تاني. طيب اسمحي لي يا دكتور نوع في هذه الجزئيه اتفضل. عشان نستثمر الدقائق الباقيه. هل هنا القصه والمعضله انه ازاي اقدر اوظف هذا الكيان وهؤلاء الاشخاص ان هم يكونوا انا بالنسبه لي بقى كرب اسره أيوة. او كمربي تمام. سواء كانت الام او ازاي اقدر اوفر له العنصر ده بحيث ان هو يكون ايجابي واضافه بالنسبه له بدلا من ان يكون عنصر سلبي في حياته. بالظبط. هو انا اصاحب ابني او انا اصاحب بنتي، فبالتالي هي لو راحت لاصحاب بره مش هتبقى بالاحتياج او بتبقى جعانه للصحاب، بالبلدي كده جعانه لانها تعمل صحاب. ليه؟ يسمعوني، اصل انا اهلي ما بيسمعونيش. احس بقيمتي في وسطيهم، اصل انا مش حاسه بقيمتي في بيتي، مش حاسه بقيمتي مع امي وابويا. فبروح لاصحابي ليه؟ علشان احس كده. لو انا وفرت لها البيئه دي، الاحتواء، الحب، الامان، الرعايه، ما انقضهاش، ما لومش عليها، فبالتالي مش هتبقى جعانه للمشاعر دي انها تروح تاخدها من بره، وتكاد تكون بطريقه سلبيه. هو بس فهتختار انا صحابها، معلش هتبدا دكتوره نهى، تختار. انا هستوقف حضرتك في الجزئيه دي اسمحي لي. اتفضل. وانا هنا مش بعمل موضوع مقارنه. يعني انا في حياتي كانسان عادي انا في حاجه لوجود الاسره والكيان والاب والام والاخوه، وفي نفس الوقت بيئه الاصدقاء وبيئه الزماله سواء كانت في مدرسه او بعد كده. لا، فهي بالنسبه لي هي دوائر انا كده كده هتعامل معاه. لكن هو انا الفكره هنا انه انا محتاج ان كل واحد فيهم يكون بالنسبه لي اضافه. ما يعني هي كل بيئه هنا بقى فيه. هختار صح. لو انا شبعان حب وشبعان رعايه وشبعان اهتمام، انا لما اجي اختار هختار صح. تمام. مش اي واحد يقابلني او اي واحده تقابلني تبقى دي صاحبتي. لا، انا هختار صح واختار بدقه. انا مش محتاجه منها حاجه غير ان هي تكون صاحبتي. تمام. انا مش محتاجه، اهلي مش مخليني في البيت عايزه حاجه، لكن دي مهمه في حياتي. بس مهمه في حياتي امتى؟ لما تكون هي صالحه وتقدر تفيدني، تضيف لي، تعمل لي اضافه في حياتي. لكن طبعا دايره الاصدقاء مهمه جدا، محدش يقدر ينكرها. اكيد. يعني يبدو ان الوقت ده همنا دكتور علاء، على الرغم ان انا يعني حريص ان شاء الله ان احنا يكون في لنا لقاء إن شاء يعني الله. موسع في ان احنا نتحدث برضو دكتوره نهى فيما يخص موضوع كيفيه التعامل بشكل علمي ومدروس ومرتبط ايضا بالبعد ودي الديني. انا عاوز اقول حاجه برضه. اتفضل. للاباء والامهات، قربوا من ولادكم قوي، حبوهم، احضنوهم، حسسوهم ان هم حاجه كبيره في حياتكم. النقد لو انت ربيته كويس مش هتنقده، لكن حبه. في حاجه اسمها العلاج بالحب والعلاج بالحضن. احنا في يعني فيه اباء ما بيحضنوش اولادهم خالص. لا، احضن ابنك مره واثنين وثلاثه في اليوم، حسسه ان انت حاجه كويسه وحاجه غاليه بالنسبه له. هو هيقول لك على كل حاجه، وكل مشاكله هتبقى بالنسبه لك حاجه معروفه، فهتبدا تحلها من بدايتها. حبوا ولادكم واهتموا بيهم عشان تبنوا مجتمع صالح. شكرا جزيلا على هذه النصيحة دكتور علاء. وأيضا يعني نتمنى إن شاء الله زي ما أشرت لحضرتك أن يكون فكرة اللقاء المرتبط بالربط ما بين موضوع العلم والدين وأثرهم في التربية والعلاقة الوطيدة ما بينهم على الرغم من التقدم العلمي الكبير اللي أصبح موجود، لكنه أيضا بيرجعنا إلى فكرة الفضيلة والمبادئ اللي زرعت أصلا في الأديان السماوية. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. عفواً. نشكر الدكتور علاء الفي أستاذ الدراسات الإنسانية وعلم الفراسة بجامعة ميلانو الإيطالية. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهارده. وأيضا الشكر موصول دكتورة نهى مصطفى استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لايف كوتش صحة نفسية ومتحدث تحفيزي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، استفدنا كتير. شكرا جزيلا. نعم. الشكر موصول لحضراتكم. نلتقي دائما في مثل هذا الموعد. تحياتي. عشان بكرة وعشاننا، عشان بيتنا وجيراننا، شوف مين عشانه نفتح قلوبنا قبل ما نفتح بيباننا. عشان بكرة وعشاننا، عشان ناخد مكاننا، لو بالشقة هيجي مستقبلنا، عالشقة بالله استعنا. عشان الصورة كاملة